النهاردة بقى هنعمل مع بعض طريقة العيش الشامي بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هتاخد منك اي وقت نهائي، وكمان طعمها هيطلع حلو قوي قوي قوي. يلا نعمل مع بعض كده. دلوقتي جبنا بولة هنحط فيها كوباية لبن ونص. اهم حاجة اللبن يكون في درجة حرارة الغرفة، ما يكونش ساقع ولا بارد. وهنحط هنا معلقتين خميرة فورية مع بعض، بسم الله. وبعدين هنحط هنا 4 معالق سكر، يعني المعلقة تبقى كبيرة ما تكونش مليانة قوي. هنحط كده 4، بسم الله. دلوقتي بقى بنديها تقليبة كده مع بعض. اهم حاجة بعد كل مكون لازم نديها تقليبة كده علشان تدوب معانا بسرعة في السائل بتاعنا. دلوقتي بقى نص معلقة ملح، وبعدين هنقلبها برضو كده علشان الملح يدوب معانا بسرعة. وبعدين هنحط هنا معلقة من الخل، وبعدين هنا 4 معالق زيت كبار. ما نكترش عن كده علشان احنا بنعمل عيش مش بنعمل قراص يا جماعة. دلوقتي بقى هنديها برضو تقليبة كده، بسم الله. هنحط معانا هنا كوباية من المية، وبعدين هنديها برضو تقليبة كده. دلوقتي بقى حضرنا هنا مع بعض كيلو من الدقيق، لازم ننخله كويس جدا جدا جدا. وبعدين نضيفه كده على السائل بتاعنا. هنديله كده تقليبة كده بسيطة بالمعلقة بتاعتنا، ونبدأ بقى ايه، نعجن بقى مع بعض واحدة واحدة كده، بسم الله. لازم يا جماعة نعجن كويس قوي، يعني ايدك ما تقفش، ايدك لازم تستمر كده طول ما انتي معاكي العجينة. هنقلب كده مع بعض، بسم الله. لو حسيتي انك عايزة او محتاجة مية حطي مية، مش مشكلة، بس ربع كوباية مية، ما تزوديش عن كده. دلوقتي بقى بعد ما عجناها مع بعض، شفتوا لا لزقت معايا ولا اي حاجة. هنغطيها كده بورق استرتش، وهنسيبها بقى ايه، تخمر كده شوية حلوين، من نص ساعة لساعة كده. لو سبتيها ساعة يبقى حلوة قوي. هنغطيها كده بالفوطة بتاعتنا. بصوا بقى يا جماعة بعد ما خمرت معانا بقت جميلة ازاي، يعني جميلة قوي، هشت معانا قوي وبقت حلوة قوي. دلوقتي بقى هنقرصها بقى مع بعض كده. جبنا صينية وحطينا فيها شوية دقيق كده علشان العجينة ما تلزقش معانا. بعد ما تخمر هنقرصها كده مع بعض، بسم الله. نعملها كور كده صغيرة على شكل البيضة بتاعتنا. دلوقتي هنكورها كده برضو على شكل صغير قوي. عايزة بقى اوريكم يا جماعة الشدة بقى بتاعتنا. بصوا بقى يا جماعة بتشد معايا ازاي، لا مقطعة ولا فيها اي حاجة. هنكورها كده مع بعض. بصوا بقى يا جماعة شكلها. هنسيبها بقى تخمر معانا حوالي برضو نص ساعة كده. بصوا بقى يا جماعة بعد ما خمرت، عايزين بقى احنا عايزين الشكل ده كده. دلوقتي بقى جبنا شوية دقيق على الرخامة بتاعتنا، على قطاعة اي حاجة مفيش مشكلة. هنبدأ بقى نحطها كده على الدقيق، ونفردها بقى معانا كده، بسم الله. اهم حاجة سمكها ما يكونش تخين، يكون في المتوسط، لا تخينة قوي ولا رفيعة قوي. بسم الله. هنبدأ كده نفرد مع بعض، بسم الله. بصوا بقى يا جماعة حطيتها هنا دلوقتي بقى في الصينية بتاعتنا، وهنسيبها بقى حوالي ساعة برضو. لازم يا جماعة تخمر. دلوقتي بقى قلت اصورها لكم في الفرن كده بما اني بعملها، يلا مع بعض. دلوقتي بقى بعد ما خلصت بصوا بقى شكلها. انا عايزه اقولكم يا جماعه طعمها تحفه قوي قوي قوي، وخفيفه جدا جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يلا باي باي.